الخامس في اخر سعود الفيصل احنا رجعنا للشريف وسعود هو اللي حمسه لانه هو ضد اي تقارب او اي كلام منه سعود مثل هذا سعود. فالقضيه الان الناس اشتروا الخامس الوطني ان شاء الله. هذا معلومات من حقه الشخصيه. الرجل باقي اذا هم يريدون باقي، اذا ما يريدون وفي كلام ممكن يخصون. طبعا يعني كان عندهم استراتيجية ضد العراق خلال سنتين هم يفكرون أن السعودية لازم تتقسم وين الوهابيين والمتشددين في وسط المملكة في نجد ما فيها دخول إلا 400,000 مدينة. الحجاز عندهم مكة والمدينة غير بكور. الشرقية عندهم كل الثروات المركزية. ليش الآن في جريدتين تصرف واحدة باسم الحجاز وواحدة باسم الشرقية ومعارضة بداية الفصل؟ لأنه في الأمريكان عن شكرولان الفرنسي اللي كتب التقرير المشهور عن السعودية أنه هذه لابد أنه يشيلون السعود وكذا اللي كان في مجلس الأمن القومي موجود اللي قالوا وكذا. هذا الشخص يقول لازم فصل هذيل وخلي المتدينين ما عندهم ياكلوا وخلي الانتظار الاسلامي وهم المخابرات الانجليزيه والامريكيه من فتره في لندن وطالبيني على اساس تحليل الوضع في السعوديه. بس هاي بيني وبينك كمان حللت لهم الوضع انه الوضع صعب وفي حكومه هرمه ومشتركه اللي تحت يديروا الامور، يعني ممكن يكونوا هرمه بس يخلون حد يشتغل في البلد. لهم يعني واحد اللي ما يقدر يشتغل 8 ساعات في اليوم 10 ساعات يترك الغير يشتغل وهو يشرف على الامور. هم لا تاركين الشباب يشتغلون ولا شيء. الامل في الصف الاول حتى في الجيش مفقود. الامل لازم في الصف الثاني. والصف الثاني هذول ناس يروحون اوروبا، ناس يروحون كذا، واحد يشوف يعطي هذا الضابط بدون ما يطلب منه خدمه، يعني يخلق علاقات الشخصيه مع الناس اللي في المفاصل. هذا جزء مهم في العمليه في رايي الشخصي، لان انت هنا معناته مش طالب منه طلب عشان تعطيه، يعني ما تسوي عليه منه انه تقول له والله انا بساعدك لانه انا كذا وكذا. هذول وين يروحون؟ لندن، باريس، روما، سويسرا، معروفين. هذول نشتغل عليهم، سفاراتنا بهدوء، واحد وقع في مشكله، واحد مرض يبي علاج، مش عارف ايش، من هالناس المعينين. هذه وما تكلف كثير. هذه نقطه. النقطه الثانيه، الانجليز قالوا لي احنا بنوقف لاخر لحظه مع ال سعود لانه البديل خطر، البديل الاسلاميين واحنا ما نريد اسلاميين. لو مالين بس ما يقدرون الا يضمنون بديل. كان عندنا مشكله، احنا نجحنا انه سحبنا قواعدهم من السعوديه لقطر، منعنا الخلل. الان اعطوهم مره ثانيه قواعد مدفوعه الثمن. المشكلتنا يعني احنا شوي شوي كسرنا احتكارهم في الخليج. يعني انت شفت كم رئيس دوله حضر لدمشق، هذه قبل ما كانت تحصل. الان عمان حضرت. عمان دائما يحضر الرجل الثاني اللي هو السيد فهد حضر، وثلاث دول اخرى احنا والكويت والامارات حضروا. هذا ضربه للسعوديه كبيره. احنا في الجامعه ما عندهم السيطره في الجامعه. احنا مع الامريكان شغالين في هذا الموضوع. طبعا عندنا خلاف على موضوع نجحوا فيه السعوديين، موضوع الجزيرة مع الأمريكان. عندنا خلاف في هذا الموضوع مع الأمريكان، هم زعلانين على موضوع الجزيرة الأمريكان. هذه مشكلة. لكن احنا عندنا اتصالات كثيرة ويسألوننا ويأخذون رأينا في أشياء كثيرة. لكن المشكلة إن ما حوالينا عرب كثار ويانا حتى يقولون والله هاي الجماعة عندهم مجموعة. يعني الحين خطنا من يمثل احنا وانتم كم دولة ثانية معنا مثل الخط. ما ننسى انهم عملوا انقلاب علينا في يوم من الايام، هذا لا يمكن ننساه. لكن وانا اعرف ان اكثر واحد يفرقونه معنا. لكن اول شيء احنا اخذنا حقنا بالكامل وبالقوه. هذا الشيء الثاني، احنا بغينا نكون على حياد شويه معاهم في بعض الامور، لان هم شكلوا ضغط علينا مع امريكا عجيب، واحنا 3 سنين صمدنا امام هذا وما غيرنا موقفنا، وهم قاعدين يحاولون يشتغلون علينا في كذا موضوع. هاي بس الحرص بيني وبين اللوحه سفني على جنب.
يقولوا أنا والآن دافع عني كل الفلوس كل أشتري أملاكي عشان أعطي الناس وقت. قال لي إحنا مو بحاكمين بالانتخابات، إذا ما عطنا الناس ما يريدوننا. فندر عنده حالة نفسية، عنده حالة نفسية وبسبب وقفت الأمور عليه. تعرف الآن قاعد يبيع أشياء عشان يصرف ويسد أنا أعتقد هم الآن حاسين بالفجوة اللي وقعوا فيها والمشكلة، لأنه الفترة اللي فاتت هم مشدود وما عملوا شيء ومشوا. ويعني أنا ما أبي أقول المصريين ضللوهم كثير، بعد المصريين شغل المصلحة.